السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي العزاز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشاركوا معكم واحد المريقه في الطاجين بالدجاج وبالبسباس والخيزو، تجي زوينه ولذيذه. لا عجبكم الفيديو مرحبا بكم، دخلوا تفرجوا معنا، اهلا وسهلا. من بعد ما تنعجنوا العجينه ديالنا اللي بالطحين د الدار وبالقمح وبالخميره البلديه، تنخليوه يخمر وتنبداو الطاجين ديالنا ان شاء الله. عندنا خوتي العزاز البصله وعندنا الخيزو، عندنا قياس ديال البصله 2 بصيلات والقياس ديال الدجاج حسب القدر اللي بغى كل واحد، وعندنا شويه ديال البسباس وشويه ديال المطيشه وشويه ديال العطريه مخلطه. هاد الطاجين تيجي بسيط وساهل ولذيذ في نفس الوقت. لقيت هاد البسباس اغتنموا الفرصه واستهلكوا منه قدر الوفير منه، ونوعوا شويه في الطياب ديال الطاجين راه تيجي لذيذ. واهلا وسهلا ومرحبا بكم خوتي. من بعد ما تنقطعوا البصله ديالنا تنديروها هكا في شرائح، في طويجين اولا في طنجره ولا فاش ما بغيتو طيبوه. تنضيفوا عليه القياس اللي عندكم ديال الدجاج حسب عدد الاشخاص ولا عدد الافراد اللي عندكم. تنزيدوا فيه شويه ديال العطريه ونديروا 3 ديال دريسات ديال الثومه. الثومه تتلذذ الدجاج مزيان، تيجي هشيش وبنين، هي وطريفات ديال الحامض. وما كاين محسن من الماكله ديال الدار، واخا تكون بسيطه وسهله بحال هذا الشكل تجي زوينه وبكل المواد وبالحاجه اللي تديروا على يديكم. تنضيفوا شويه ديال العطريه من كل حاجه، شويه ديال الخرقوم والسكنجبير والبزار والتحميره، وتنضيفوا شويه ديال الربيع باش نلدوا هذاك التجيوج، وتنشحروه بشويه ديال الزيت البلديه. البصله تطلق الماء ديالها حتى هي وتتشحر مزيان مع هذاك الدجاج وديك التويمه اللي درنا. نضيفوا شويه ديال الملحه القياس حسب الذوق صافي، وتنشعلوا النار على عافيه متوسطه ونخليوه يتشحر. من بعد تنقطعوا الخضره ديالنا من بعد ما نقيناها حسب الذوق ديال كل شخص. حنا اختارينا هنايا الجزر اولا خيزو، تنقيوه تنحيدوا ليه القلب ديالو ونقطعوه. من بعد ما تنقيوه كامل اخوتي القياس ديال الخيزو اللي عندنا، من بعد ما تنحيدوا ليه القلب ديالو ونقطعوا شرائح حسب القدر اللي حسب الشكل اللي بغيتو. تناخذوا بسباس تيجي لذيذ حتى هو، المحبين اولا عشاق البسباس راه تيجي زوين في الطاجين. يمكن لكم ديروه في اي وصفه، الطاجين تيجي زوين اولا السلطه اولا اي حاجه بغيتوها. صافي تنقطعوه حسب حتى هو الشكل اللي بغيتو. تنقطعو مطيشه دواور
غير بغينا نشاركو معكم هاد الغديوه ديالنا خوتي، ومرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. لا عجبكم اخوتي الفيديو ديروا لنا لايك واشتراك فضلا وليس امرا. من بعد ما تنقطعوا اخوتي هاد الخضيره تنديروا ليها شويه ديال العطريه باش تبنن وتجي حتى هي لذيذه من فوق الدجاج. نضيف شويه د الربيع ومعدنوس مقطعين. صافي من بعد الطاجين ما تيتشحر تنسفوا هاد الخضيره فوق منه. صافي نخدو الخضيره فوق منه بهذا الشكل كما تشوفوا. العافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده باش ما يتفقش من الطاجين يجي طايب على خاطرو. صافي تنستفيد الطوماطيشه حتى هي دواور من الفوق في الوسط. تطلق لك الميها ديالها وتزيد تلذذ لينا الطاجين. صافي نديرو ديك الحويمض من الفوق 2 طريفات بالحامض. من بعد ديك العطريه اللي شاطلين كنزيدو فيها شويه ديال الماء وتنفرغوها من الفوق وتزيد تطلق اللذه ديالها ويندمج كلشي. نزيدو شويه د الربيع. صافي اخوتي هذا هو الطاجين ديالنا من بعد ما طاب تيجي على هذا الشكل طايب على المهل ولذيذ. هذا الخبيز ديالنا ديال الدار تيجي حتى هو زوين ولذيذ وسخون. نتمنى هاد الوصفه تعجبكم، بغينا نشاركوها معكم. طريقه سهله وبسيطه. الخبيز تيجي بحال هذا الشكل اخوتي، تيجي لذيذ وزوين وعاجنينو في الدار بالصحه والراحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.